يعني صدقوني يا اخوان الاذى عليها اكثر من علي. فهمتوا علي؟ واحنا متفقين على هذا الاشي، يعني انا والشخص اللي انتم بتحكوا عنه، انه خلص بدنا نبعد عن الاذى، بدنا نبعد عن الدراما، لانه حرام. هي بنت يا جماعه، هي بنت. انتوا موضوعي سهل، اوكي حسام ماشي شاب، بس هي بنت لقدام. اذا عرفت حدا جديد في حياتها، شاف كله تصاميم تصاميم وتصاميم جديده، راح نضرها، صح ولا لا؟ فاحنا اضطرينا نبعد عن السوشيال ميديا كناس بنعرف بعض، عشان ننسى موضوع الفيديوهات. انا بحكي عن الفيديوهات دراما، اكيد مش البنت فيش احسن منها يعني. ما عمره كان في مشكله بيننا، والله العظيم ما عمره تمشكلنا بشيء معين بيننا، او انه هي حكت كلمه غلط او انا حكيت كلمه غلط. كان كل موضوعنا دائما انه، يعني نفسي افرجيه انه سيراوي تطلع في فيديوهات وما بيزبط، واحنا كيف هيك حكينا. يعني هي برضه زعجها موضوع الفيديوهات اكثر مني. فهمتوا علي؟ وانا برضه بزعجني الموضوع، لانه الفيديو بيطلع للناس اللي ما بتعرفنا اشي ثالث. فهمتوا علي؟ وخلاص بدي اسكر الموضوع لو سمحتوا، يعني بدناش ندخل في الموضوع. خلص انا بعرف الصح، انتوا لا تحاولوا تعملوا مشكله. انا ما حكيت اشي عنها، واكيد في ناس مصورين الفيديو، انا ما حكيت اي شيء عنها الا بالخير يعني. ومش حسأل يعني اذا حتوصله في طريقه ثانيه، لان انا مبين شو حكيت. وما بحكي عن شخص واحد، اي حدا. انا ما عندي مشكله مع حدا. طيب اتركنا، بدنا حفله بالعراق. حاضر. قصده هاي الاثنين، انا بحكي عن الاثنين يا جماعه. الاثنين اللي انا ارتبطت، يعني ربطوني فيهم في السوشيال ميديا. اتفقت انه شوي خلص نبعد الامور هاي، لانها بتضرنا الاثنين. بس والاثنين احسن مني.